اخوان السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتوما كتفرجوا في هذا الفيديو في قناه سفيان مشكور. هذا الفيديو هو سبيسيال، علاش؟ لحقاش لي اول مره ندير واحد الخلاصه اولا ريزيمي اولا النظره ديالي اولا نقاش على واحد البودكاست اللي تفرجت له. بودكاست اللي عجبني بزاف، بودكاست اللي فيه اكثر من 3 ساعات، اللي فيه بزاف د المعلومات. انا نحاول ندير لكم خلاصه في هذا الفيديو. البودكاست هو ذا اللي كتشوفوا سميتو فنجان. الضيف اللي كان في هذا البودكاست سميتو ياسر الحزيمي اولا الحزيمي. هذا ياسر الحزيمي واحد الانسان هو سعودي، هو استاذ وباحث في التنميه البشريه وكذلك مدرب في تطوير الذات. هذا البودكاست غتلقاو اللين ديالو في الديسكريبسيون، والسيجي اولا الموضوع اللي داير عليه هذا البودكاست كامل اولا 3 ساعات كامله هو العلاقات ديال الانسان، بدءا من العلاقات الروحيه، يعني العلاقه ديالك مع الله او العلاقه ديال الانسان مع الله، مرورا بالعلاقه ديالك مع الذات ديالك، الى ان نصل الى العلاقه مع الاخر، وبالضبط العلاقه مع الجنس الاخر. الا كنتي انت ولد العلاقه مع البنات، ولا كنتي انت بنت العلاقه مع الولاد. بدا البودكاست بالنقطه الاولى كما قلت لكم، العلاقه ديال الانسان مع الاله ديالو او العلاقه الروحيه. وكما قال السيد ياسر بغض النظر على الديانات، اي انسان واي بشر عنده فطره اللي هي البحث على العلاقه الروحيه، والبحث باش يحس بالاطمئنان ويحس بواحد الشعور ديال الراحه. وكما قال هذه العلاقه مع الاله كتبان اكثريه وسيرته في ايام ديال الشده وفي ايام ديال الضغوطات ديال الحياه، باش كيكون الانسان مضغوط داك الساعه كيبغي يرجع لله ويبغي يرجع، وكل واحد كيدعي. حنا المسلمين كنقولوا يا ربي يا الله دينا وفعلنا واعطينا وبعد علينا ولاد الحرام وداك الشيء كامل. هاد النقطه ما نفصلش بها بزاف، حقاش امور ديال الدين وامور اللي فيها دلالات قرانيه وما الى ذلك نبغيكم تتفرجوا في البودكاست وتزيدوا تفصلوا نتوما فيها مزيان. العلاقه الثانيه اللي خدات حيز كبير من هذا البودكاست هي العلاقه ديال الانسان مع الذات ديالو. والذات هي مجموعه ديال الاشياء، هي سميتك وهي كنيتك وهي الطموحات ديالك وهي الاهداف اللي باغي توصل لهم، وهي صحابك معهم كتمشي، وهي شنو كتلبس، وهي شنو كتبغي وشنو ما كتبغيش، وكيفاش كتعامل وكيفاش كتهضر، ومجموعه ديال الامور اولاد العوامل اولاد المؤشرات اللي كتجمعها كيعطيو الذات ديالك، كيعطيوك انت شكون. وهاد الذات ما بين الامور اللي كتخلينا نتعرفوا عليها مزيان واللي كتخلينا نعرفوا الذات ديالنا مزيان هي الثقه. الثقه هي عنصر مهم في معرفه الذات، لان بكل بساطه الثقه هي اللي غتخليك تزيد للقدام وتوصل للاهداف ديالك وتوصل للذات ديالك كما قلنا. والثقه هي اللي غتخليك ترجع للور اولا تخليك جالس في بلاصتك. ولكن السيد ياسر قبل ما يهضرنا على الثقه هضرنا اولا على الثقه الخداعه، وقال لك ماشي اي واحد كيحس براسو انه عنده الثقه راها ثقه صحيحه، ممكن تكون الثقه الخداعه. وقال لك الثقه الخداعه اولا الثقه الكاذبه كتجي انطلاقا من الجهل. الثقه الخداعه تولد من الجهل. بحالاش؟ عطى الامثله ديال الدري الصغير، قال لك الدري الصغير فاش كيشوف باباه جاي متقل هز التقديه ولا شي حاجه وجاي متقل، كيجي كيبغي يعاونو، كيقول له ارا نهز لك، هو راه ما عارفش بان ما يقدش يهز داك الميكا، وإلا عطاها له راه ما يقدلهاش. كذلك قال لك الا مشينا للمدرسه ودخلنا لواحد القسم فيه الدراري الصغير وقلنا شكون يبان في التلفازه، قال لك كلشي يهز يدو، ولكن راه ما عارفين شنو هي التلفازه وما عارفينش هما لا يمشيو اصلا. كذلك عطى مثال ثالث ديال الدراري الصغير ديتي معاك لابيسين اولا البحر، راه اوتوماتيكمون يمشي كيسبك يبغي ينقز، هو ما عارفش واش يقد يعوم ولا ما يقد ما يعومش. هذه هي الثقه. راه الدري اولا الانسان راه تايق يدير واحد الحاجه، ولكن الثقه ديالو جايه من الجهل ديالو من العواقب اولا الجهل ديالو انه ما يقدش يدير داك المهم. وقال لك الثقه الخداعه اولا الثقه الكاذبه كتمشي انطلاقا من التجربه. اي واحد خاصو يجرب باش كيعرف المستوى ديالو. الدري الصغير اللي قلت لكم ما ينقز في لابيسين اولا يمشي يدخل البحر، فاش يدخل ويحس براسو اي غراق وراه ما قادش، داك الساعه ديال التجربه وداك الساعه يعرف بانه ما قادش على داك القضيه. هنا في هذه اللحظه بالضبط السيد اللي كيحاور معاه طرح عليه واحد السؤال اللي هو مهم، السؤال اللي هو محوري: شنو الفرق ما بين الثقه وما بين الغرور؟ بطبيعه الحال هنا جا الجواب ديال السيد ياسين اللي عطى تعريف ديال الثقه وتعريف ديال الغرور. التعريف اللي عجبني بزاف، اللي خلاني نتعجب كيفاش كيهضر هذا السيد وكذلك بالوعي ديالو، واللي خلاني نكمل البودكاست واخا هو فيه 3 ساعات. سمعوا التعريف ديال الثقه اللي عطى. قال لك الثقه هي الشعور بالقدره مع امتلاكها، وهي واحد اللحظه اللي هي حاضره مبنيه على تجارب الماضي وتفاؤل وتحليل المستقبل. كيفاش؟ هي واحد اللحظه اللي قال لك راسك تقدر دير واحد الحاجه، اللي قال لي راسي نقدر نشعل الكاميرا وندير فيديو ونهضر عادي بحال كيما كندير دابا. هي لحظه حاضره علاش مبنيه على تجارب الماضي. انا فايت لي درت فيديوهات، يعني راني عارف راسي نقدر. وحتى الا ما كنتش فايت لي درت فيديوهات على تفاؤل وتحليل للمستقبل، غنمشي نبحث ونجيب كاميرا وندير المحاوله الاولى والمحاوله الثانيه وندير تحليل وندير التفاؤل ونقول على بركه الله.
وهذه القدره كامله راني عارف راسي انني يمكن لي نديرها. القدره الشعور بالقدره مع امتلاكيه، في حين ان الغرور التعريف ديالو هو الشعور بالقدره مع عدم امتلاكيه. قلت راني ندير فيديو ونبدا نهضر، ولكن انا عارف راسي من الداخل انني كنحشم او انني ما كنقدرش نواجه الكاميرا بتاتا، ما يمكنليش نواجه الكاميرا، عندي فوبيا من الكاميرا. الشعور بالقدره مع عدم امتلاكيه، وهي كذلك واحد اللحظه اللي ديال الحاضر ولكن ما مبنياش على تجارب الماضي، وكذلك ما تابعاش واحد التحليل او لما سابقهاش واحد التحليل وواحد التفاؤل للمستقبل. هذا هو الفرق ما بين الثقه والغرور. وفسر الجواب ديالو على القدره والغرور قال لهم كاينين جوج ديال الزوايا واحد اخرين يمكننا نقولوهم. الزاويه الاولى او الزاويه الثالثه في المجمل هي عدم الشعور بالقدره رغم امتلاكها. انت كتقول راه ما نقدش واحد الحاجه بالرغم انك قادر ديرها، وقال لك هذه كتسمى احتقار ديال الذات. وقال لك الزاويه الرابعه هي عدم الشعور بالقدره وفعلا عدم امتلاكها. غتقول انا ما نقدش ندير داك الحاجه وبصح انت راك ما تقدش دير داك الحاجه. وهذه قال لك معرفه الذات او معرفه القدره ديال الذات. يعني عطى واحد المثال اللي زويون، قال لك معرفه الانسان بجهله هو بمثابه معرفه. الا كنتي عارف شي حاجه اللي انت ما قادش عليها او شي حاجه اللي انت كتجهلها، هذيك براسها راه معرفه. من بعد بدا كيهضر على مقارنه لا بغينا نقولوا ما بين الانسان ديال الماضي او الانسان ديال شحال هذه والانسان المعاصر دابا، والعوامل اللي بدلات الحياه ديال الانسان المعاصر. ما بين هاد العوامل هضر على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال لك ان خفات المسؤوليه او خفات الوزن ديال المسؤوليه على الانسان. قال لك تصور ان السيد كتكون عنده واحد الجنازه كيموت له باه ولا شي حاجه، باش تعزيه يكفي انك تصيفط ميساج. قال لك في حين شحال هادي كانت تمشي عنده وتواسيه بزاف ديال الامور، دابا بميساج او قال لك داك الميساج ما تصيفطولوش يكفي انك دير انا لله وانا اليه راجعون وتبارطاجيها بالرغم انك ما تواصلتيش اصلا مع السيد. وكاين اللي كيديروا هذه القضيه بصح، كيكون مثلا عندي مشكل ما كيتواصلش معايا، كيحط تصويرتي ويقول شي حاجه عليا وصافي. هذيك راه بمثابه التواصل وبمثابه راه دار اللي عليه. قال لك عاوتاني ممكن تكون عرس، ممكن تكون حفل طهاره، ممكن يكون شي حفله بحال هكا، ويكفي انك دير ابل فيديو مع الاهل ديالك ومع العائله ديالك وبحال راهم حاضرين معاك وهذيك هي الحفله. قال لك هادو مجموعه ديال الامور اللي ما كانوش عندنا من الماضي واللي خلاو المسؤوليه تقلال. وعطى واحد الجمله زوينه، قال لك وسائل التواصل الاجتماعي هي كتجعلك انك متصل ولكن متنصل من المسؤوليه. راك متصل، راك كونيكت مع العالم، راك كونيكت مع العائله، راك كونيكت مع كلش، ولكن متنصل، راك مهرب من المسؤوليه. اضافه لقضيه الفضح الخصوصيه ان كل واحد ولا كيحط حياته الشخصيه ومجموعه ديال الامور. وقال لك المشكل ماشي هنا، المشكل في هذاك الناس اللي ما كيشاركوش الحياه ديالهم في وسائل التواصل الاجتماعي، والنظره عليهم المجتمع ولا كيشوف داك الناس على اساس ثلاثه ديال الحوايج: اما مريب يعني فيه شي حاجه اللي هي خطيره، يا اما غامض شي حاجه اللي غامضه داك السيد ما كيحط والو داك السيد راه غامض، يا اما مريض. قال لك هذا هو المشكل. والعلاقه الثالثه باش تختم البودكاست هي العلاقه ما بين الجنسين، سواء علاقه ديال الزواج سواء علاقه ديال ما قبل الزواج مصاحبه بالدارجه. هذه النقطه ماشي المهمه، هذه النقطه اللي انا خلاتني اصلا نتبع البودكاست اللي بغيت نعرفها، وكذلك هذه النقطه اللي بزاف منكم يكونوا كيساينوها. هذه النقطه هضر فيها مزيان وعطى بزاف ديال الامور اللي انا متفق معه. وبدا هذا المحور بثلاث نقاط اللي عجبوني بزاف. اولا بقاعده، واحد القاعده عطاها اللي هي كلما قويت العلاقه قصر عمرها. شحال ما كانت العلاقه كبيره شحال ما راه العمر ديالها يكون قصير. ثانيا الحب هو عذب ولكن العشق هو عذاب. شوف، الحب عذب ولكن العشق عذاب. وثالثا قال لك وياك من التعلق، لحقاش التعلق هو اسباب ديال دمار العلاقات. التعلق قال لك كاينين ثلاثه المؤشرات عليه. اولا التفكير في الشخص هو غايب، هو ما كاينش كتفكر فيه اش كيدير، ياك ما مريض، ياك ما راه مع واحد اخر، ياك ما راه مع واحد اخر الى اخره. ثانيا الاهتمام به هو حاضر، الاهتمام اللي هو بالزايد كيكون حاضر. واش تاكل هذه مال عينيك، وجهك ماشي هو هذاك، شنو علاش هذه هكا، مالك، واش طالع لك الدم، شنو كاين. المهم كتقوي عليه الاسئله. وثالث حاجه وهو حب التملك ديال داك الشخص كتبغي يكون ديالك بزاف، ما تخرجش مع هذا، ما تديش مع هذا، ما تمشيش مع صحابك، ما تجلسش في القهوه، ما ديش ما تفعلش. حب التملك. الا كانوا هاد الثلاثه ديال المؤشرات يعني راك في واحد العلاقه ديال التعلق.
وفي هذه القضيه عطى مثال ديال قرب الشيء هو حجاب. قال لك يدينا اولا يدينا عطى تشبيه ديال شي شيء الا قرب لك بزاف راه حجاب، راه منع عليك الرؤيه، خاصك دير التحايل اولا تبعد. شوفوا هذه اللقطه هضر اشغلتني ازعجتني. قرب الشيء حجاب. شوف قرب الشيء ما عاد اشوف انا، فهو يلتصق بي، شو اسوي انا؟ وخر، ارجوك وخر، كتمتني ابى اشوف الدنيا، فانا الان ما اشوف. طيب شو اسوي؟ اقوم احاول. طيب هو الان ما قدرت اوخر يدي، شو اسوي؟ اقوم انا اسوي كذا، اسوي تحايل. ايش معنى التحايل؟ قفل جوالي، يقوم يطلع لي في السناب، يطلع لي في من هنا، ويجيني شلل الكتروني، ما عاد اقدر اتحرك. وهنا التحايل اللي هضر عليه وكنديروه بزاف في العلاقات ديالنا. قال لك انه الا قرب لك بزاف ولا كانت العلاقه شديده بزاف، نعتبر انني دابا انا ولد ومع شي وحده والعلاقه قويه بزاف، واش كدير وفين مشيتي والى اخره. قال كتجي واحد الوقت خصني نشد الواتساب ونشد وسائل التواصل الاجتماعي ونشد الكونيكسيون ونمشي ندير، ولا مشيت خرجت مع صحابي نقول لهم ما تصورونيش، ما ديروش، ما تبارطاجيونيش انا معكم. قال لك مجموعه ديال الامور اللي كتخليك تحايل على العلاقه، وهذا الشيء كاين. هادشي دابا اللي عجبني، كيعجبوني الناس اللي كيهضروا من منطلق الواقع، شنو كنعيشوا في الواقع. كذلك زاد فصل في التعلق وهضر على الانواع ديالو، اللي قال لك هو نوعين. كاين التعلق اللي هو من طرفين وشبهه بالحرف ديال الأ، قال لك هذا معلق بهذا من طرفين، وهذه الدرجه الاولى ديال التعلق. وقال لك الدرجه الثانيه ديال التعلق وهي الدرجه الصعيبه هو من طرف واحد وشبهه بالحرف ديال التي. قال لك التي الا مشى حتى هذا طاح راه كيطيح كلش. هنا السيد اللي كيحاور معاه طرح عليه واحد السؤال، قال له واش التعلق ما خصوش يكون حتى من طرف الزوجين، حتى الا كنا مزوجين واش ما يكونش التعلق؟ جاوبوا قال له ما خاصش يكون التعلق. وقال له التعلق اكثر كيعانيو منه البنات او العيالات، قالوا كيكونوا معلقين بالزوج ديالهم بزاف. وعطى واحد المثال اللي عجبني اللي انا ديما كنتناقش به وكنعبر عليه بطرق اخرى. هو عطى مثال زوين، قال لهم خصكم تعرفوا ان الراجل عنده كتاب ديال الحياه ديالو. صفحه من داك الكتاب سميتها زوجاتي بالدارجه. الراجل عنده بزاف الاهتمامات، عنده الخدمه ديالو، عنده المسؤوليه ديالو خارج المنزل، عنده الاهتمامات ديالو، عنده الاهداف ديالو اللي باغي يديرهم، عنده الرياضه ديالو اللي كان كيمارس الرياضه، وعنده الزوجه ديالو اللي هي صفحه من داك الكتاب ديال الحياه. في حين ان الزوجه عندها كتاب، الاسم ديال داك الكتاب هو زوجي. دونك الزوجه حاضيه غير الراجل، كتنسى انه عنده ادوار اخرى. وهذا مثال اللي عجبني، وهذا مثال اللي انا اللي عارفه وكنخدم به. وشبه الانسان العاشق او الانسان المتعلق بداك التصور الهائج، داك التصور اللي ما كيشوف حتى شي واحد في طريقه حتى كيوصل للهدف ديالو اللي هو يعيش مع داك السيد اللي باغي، او لا يكون مزيان هو وداك السيد، او لا يتزوج، او لا داك الهدف اللي باغي مع داك السيد. ولكن كيقول فاش كيوصل لداك المرحله وكيدور وجهه موراه، كيلقى بزاف ديال الضحايا، كيلقى الاهتمامات ديالو، كيلقى الاهداف ديالو اللي ما وصلهمش، كيلقى الاصدقاء ديالو اللي تخلى عليهم، كيلقى العائله ديالو اللي ولا غريب عليهم، كيلقى بزاف ديال الضحايا في داك الطريق اللي كان ماشي فيها ديال العشق والتعلق. وفي الاخير ختم بالنقطه اولا بالقضيه اولا بالفكره ديال الرقم الاجتماعي، وقال ان كل انسان عنده واحد الرقم اجتماعي ديالو في كل مكان. شنو هذا الرقم الاجتماعي؟ قال لك الا كنت انت استاذ جامعي، استاذ كبير، مدير جامعه، في داك الجامعه راك انت الرقم ديالك هو واحد، انت الاول في داك الجامعه، الرقم ديالك هو واحد. ولكن نفس الشخص فاش كيمشي للمنزل ديالو، الا كان عايش مع الاهل ديالو وعايشه مع الوالدين ديالو، راه الرقم ديالو على حسب الترتيب ديالو في الاخوان ديالو. لكن هو الثالث في الاخوان، الرقم ديالو هو الثالث في داك العائله، راه ماشي هو الاول. وخاصنا نعرفوا الرقم ديالنا الاجتماعي في كل بلاصه. وعطى مثال به هو نيت، قال لهم انا دابا داير معكم هنا البودكاست، داير معكم هنا استجواب، الرقم ديالي معاكم بما انني ضيف ممكن يكون رقم واحد، ولكن فاش نمشي للدار راه مع مرتي ومع ولادي ماشي رقم واحد، راني شريك او رقم جوج في المنزل. ما يمكنش مرتي تقول لي جيب لي هذه ونقول لها انا نجيب، انا راه دير. شوف هذا اللقطه مثلا انا جيت هنا مثلا ورحبت فيني جزاك الله خير وفريق عملك الرائع وكذا وحطيتوني فوق راسكم جزاكم الله خير. رحت البيت قالت لي ام بدر ليش ما جبت بيض؟ انا اجيب بيض؟ انا مقامي مقام بيض؟ اي بيض، جيب بيض، خير ان شاء الله، جيب بيض. انت زوج هنا، انت رقمك هنا مو بلازم رقم واحد، انت الان شريك، عندك مسؤوليات، عندك كذا. هذا التقبل يجعلك تتعايش مع كثير من المواقف من حولك، تتعاطى معها تعاطي واعي. وهذا الشيء اللي كان عندنا في هذا البودكاست، ونتمنى نكون وصلت لكم الافكار كما يجب. وكذلك هذه غير خلاصه وواحد النبذه على هذا البودكاست، ولكن خصكم تفرجوا له كامل في 3 ساعات طويل، ولكن تفرجوا له تستافدوا بزاف. تصلوا في راسكم.